لو شعرك بيقع والفيديو ده جه قدامك، استني معايا بالظبط 3 دقايق وهقولك تعملي ايه بثلاث مكونات عندك موجودين في المطبخ. ومش بس هيوقف التساقط، ولكن كمان هيعالج حاجات كتير هنتكلم فيها في سريعا كده في خلال الفيديو. اول مكون انا عايزاه هو الحلبة، معلقة من الحلبة. طبعا تكون حلبة حصى، مش تبقاش ما تبقاش حلبة مطحونة. تاني مكون معايا وهو القرفة. القرفة من الحاجات يا بنات الحلوة جدا لقشرة الشعر، ومن الحاجات اللي بتحفز نمو الشعر. الحلبة كمان من الحاجات اللي بتطهر الفروة وبترطبها جدا، ومضادة للفطريات، ليها حاجات وفوائد تحفة. من الحاجات اللي بتحارب القشرة، ليها خصائص مضادة للفطريات. انت عشان كده الليسيون ده هيرطب معاكي شعرك جدا، ومتقلقيش من الريحة لانك هتحطيه وهتغسليه. المكون التالت معانا بقى اللي هو المكون الجوكر الجبار جبار جبار للشعر حقيقي. نتائجه رهيبة رهيبة، اللي هو ورق الغار. ورق الغار من الحاجات، أول حاجة بتوقف التساقط بشكل ملحوظ جدا. تاني حاجة بيحفز نمو الشعر، ده غير كمان ان هو بيموت القشرة تماما، بينظف الفروة من أي بكتيريا أو أي فطريات. ده غير كمان ان في يعني حاجة حلوة جدا لاحظناها في ورق الغار، ان هو بيموت حشرات الشعر، بيخليها تموت وينظف الشعر بشكل مش طبيعي. يعني البنات اللي بيبقى عندهم العدوى، اللي هي بتكون عدوى المدارس، في حشرات الشعر والكلام ده كله، مش عارفين يستخدموا ايه، او بناتهم صغيرين ومش عارفين يجيبوا لهم حاجات من الصيدلية عشان الكيميكالز والكلام ده، استخدمي الوصفة دي بجد هتفرق معاكم جدا. ده غير كمان ان هو بينبت الفراغات، يعني لو عندك صلع لا قدر الله، او عندك فراغات وعايزه بيبي هير ينبت في مقدمه الراس او في شعرك كله، استخدمي برضو الوصفه دي. ولكن انا بتكلم هنا عن التساقط بشكل رئيسي، لان هو بيسبب مشاكل كتيره جدا. حطيت الثلاث مكونات دول وحطيت عليهم كوباية من المية، ارفعيهم على النار لمدة ربع ساعة وغطيهم عشان كل الزيوت اللي فيهم مطرش، دي انا اللي محتاجاها. وبعدين سيبيها تهدى كده حاجة بسيطة، وجيبي ازازة بخاخ زي كده وحطي فيها عشان يكون مركز اكتر عود من القرفة، ودي مرحلة اختياري، لو مش عايزة تعمليها مفيش مشكلة. وكمان واحدة من ورق الغار. وابتدي صفي الخليط اللي احنا عملناه اللي هو غلى معانا. وبعدين هنبتدي نستخدمه على الشعر مرتين في الاسبوع لتلاتة. هتستخدميه بقى ازاي؟ هترشي على الفروة كلها. ولي أمل اهم من الرش نفسه ان ولكن بحنية، يعني ما تبقيش شديدة وعنيفة على فروتك. دلكيها لمدة 5 دقايق على قد ما تقدري. ولو عندك الفرشة بتاعت التدليك يا ريت جدا. بس كده، دي كانت وصفتنا. جربوها هتعجبكم جدا، وجربوها لولادكم كمان الصغيرين، مفيش منها اي ضرر خالص. اتمنى لو الفيديو عجبك تحطي لايك، وما تنسيش تصلي على النبي. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، ومع السلامة.